عارف انت اوقات بيجي عليك وقت كده، تمام، بتكون زهقان مخنوق، عايز تفرفش شوية، عايز تضحك شوية، عايز تسلي نفسك شوية. فبتروح قايم عامل لك كوباية شاي، تمام، وفاتح التلفزيون. تفتح التلفزيون يا باشا، تسمع لك فيلم كويس، فيلم كوميدي لعادل امام، محمد هنيدي، احمد حلمي، تمام، او بتجيب مسرحية وبتسمعها وبتضحك وتضيع وقتك وتنبسط وتفرفش والدنيا تمام. هتقولي بتقول لي كده؟ هقول لك يا سيدي، انت كان ممكن تفتح برضو نفس التلفزيون، تمام، وتجيب اي قناة مصرية بتعرض برامج للكورة والرياضة في مصر، وافتح اي برنامج واقعد قدامه. صدقني هتضحك وتتبسط ومزاجك هيبقى عالي وهتضيع وقتك وهتضحك ضحك مش هتضحكوا في مسرحيات عادل امام ولا افلام محمد هنيدي. ليه بقى؟ اغلبية البرامج دلوقتي شغالة على ايه؟ بعمل استوديو محترم، استوديو نظيف، حاجة كويسة، ديكور، كاميرات، خش يا باشا، مذيع وبدل وأطقم كويسة، تلات أربع ضيوف، وينزلوا طحن في بعض ساعة ونص في كل حاجة. طحن بقى ازاي؟ اللي عنده كلمة يقولها، واللي يقول رأيه كده يخبط كلمة وخلاص. أهم حاجة إن أنا هنرفز اللي قاعد قدامي وهبوظ الدنيا، هقول كلام غير منطقي وكلام ما حصلش، وهدي ارقام عاليه في اي حاجه. يعني لو الاهلي اشترى لاعب ب5 مليون مثلا، يعني هقول الاهلي اشترى ب18 مليون، الفرقه الملياريه، وهقول واخبط وخلاص من غير ما افهم حتى القوانين واللوائح. لو لائحه مثلا اتحاد الكره بتقول كذا كذا، تمام، انا لا، انا مش عارف ايه. خلاص يا عم اللائحه بتقول كده، لا لا انا مفيش الكلام ده، لا يا باشا مفيش لائحه. يا عم انت قريت اللائحه؟ لا مفيش. ده ايه؟ صحفي محترم وتعليم وحصل يعني على دارس صحافه واعلام، وانت نفسك كمشاهد مش مصدق ان ده فكره. يعني هو لو فكره بالطريقه دي، ازاي وصل للمكانه دي؟ ان هو ممكن يكون صحفي مثلا او كذا او كذا. كل احترامنا، يعني احترامنا للصحفيين، يعني مؤسسه وكبيره وحاجه محترمه يعني، وفيها قامات بصراحه. بس هو ازاي بفكره كده وصل انه يكون مثلا رئيس تحرير مجله مش عارف ايه، او رئيس تحرير موقع كذا، مع انه بيقول كلام غير منطقي وغير عقلاني بصراحه. والانواع دي من الناس او من الاعلاميين واللي بيطلعوا كده كتير قوي كتير قوي، وبقى لها فتره، بقى لها سنين، يعني احنا بنعاني منها. فانا كمشجع للاهلي مثلا، او مشجعين الزمالك، او مشجعين الاسماعيلي، او مشجعين اي فرقه في مصر، انا كمشجع المفروض افتح برنامج واشوف الاعلامي واشوف الجماعه الضيوف. فالمفروض ان انا بفتحه ان انا استفيد منه بحاجه. يعني انا استفيد بمعلومه، شغل فني، شغل مدرب، كلام في الكوره، خطط المدرب، شال اللاعب ده، حط كذا، عمل كذا، حاجات تفيدني انا وترضي هوايتي. ان انا راجل بشجع الكوره وبحبها، فعايز اشوف المدرب وعايز اشوف فرقتي بتشتغل ازاي. ولو انا مثلا متابع الكوره او بشجع الاهلي او بشجع الزمالك وماليش في الفنيات، انا بحب الاهلي لمجرد ان انا بحبه وعايز اسمع كوره وخلاص، او بحب الزمالك، فبروح اسمع عشان اتعلم شويه، اعرف حاجات، شغل، خطط، فنيات، حاجات زي كده. فافتح والاقي مفيش اي كلام عن الفنيات، وتلاقي بقى حتى المذيع نفسه بيسأل اسئله، انت فاهم، اسئله مش منطقيه واسئله ملهاش لازمه. هو مين اقوى ومين سيد اسياد افريقيا، بيراميدز ولا النادي الاهلي؟ هو الاهلي اخد، هو بيراميدز اخد مكان الزمالك فعلا في المنافسه؟ هو الزمالك مش عارف هيرجع ارض اكتوبر؟ طب هي الدولة هترجع أرض أكتوبر للزمالك ولا هيديله أرض بديلة؟ يا عمي الدولة، يعني مثلا الدولة عايزاك ناجح، يعني الدولة عايزة نادي الزمالك ناجح. والله بتقول لك خد انجح، أنا عايز أنجحك، أنت زيك زي الأهلي زي كل الفرق، عايز أحافظ عليك. دي حاجة يعني إحنا مش عايزين نتكلم فيها. فأنت تلاقي أسئلة غريبة، تمام. الرعاية مش بتتاخد بالتساوي. أصل مش عارف هو الأهلي بيجيب فلوسه منين؟ وتلاقي بقى اسئله وداخلين بقى وانت فاهم، وخوضوا في ذمم الناس، ولا اصل مش عارف ايه، وفي واحد يقول كلمه ورشوه وفساد، وايه يا عم ده ليه كده؟ وايه الحوارات؟ انا كمشجع كوره اعمل، انا عايز فنيات وشغل فنيات في الملعب. انا مش عارف، يعني انا مش عارف. وبعدين موضوع الرعايه ده، يعني يعني انا كنادي الاهلي، انا اشتغلت على نفسي، عملت شركه كوره وجبت ناس فاهمه مش فاهمه في الكوره كمان، فاهمه في اداره الموارد الماليه للنادي، ناس اقتصاديين، وناس شباب كوادر شابه وعندها افكار جديده، تمام. واشتغلت، طورت من نفسي، طورت من المداخيل بتاعتي،
تمام. بقى عندي فايض في الميزانيه، وعندي يعني زياده في الوارد وفي الموارد للنادي. تمام. ده مش ذنبي بقى ان انت حضرتك، يعني انا دلوقتي ايه اللي يرضي حضرتك عشان اعمله؟ يعني انت دلوقتي، اصل الزمالك مش بياخد الرعايه الكامله زي مش عارف النادي الاهلي اصلي. طب يعني انا عشان ارضي حضرتك اكون فاشل؟ يعني نلغي بقى شركه الكوره ونسرح الناس والكوادر والناس اللي جايه تشتغل والناس الاقتصاديين والكلام ده كله ده، ونبقى بقى نقفلها بقى وخلاص ونقعد ونبقى كلنا فشل زي بعض عشان حضرتك تبقى مبسوط ومرضي؟ مش ذنبي ان انت مش عارف تدير ناديك بطريقة سليمة، بطريقة علمية، بتجيب ناس وكوادر فاهمة وبتحطها وبتشتغل. تمام. بتطور من النادي، بتطور من مداخيل النادي، من الموارد المالية للنادي، بتحسن من وضعه، فبالتالي ده هينعكس على فريق الكورة. بتعرف تجيب لعيبة كويسة، بتعرف تدفع فلوس كويسة، فبتجيب لعيبة تجيب لك بطولات، بتطلع وبتعلى، الناس بتعرفك، بيجيلك عقود رعاية أكتر وأحسن. تمام. بمبالغ كبيره وهكذا. في فلوس في شغل، في فلوس في شغل، وعشان تجيب الفلوس عايز تطورها، عايز يكون عندك فكر جديد، ناس جديده، مش سيناريو متكرر من 25 سنه. يعني من ساعه ما شجعت كوره وهو نادي الزمالك بالطريقه دي. معقول هي نفس المشكله؟ مفيش حل، مفيش حد طلع يعني. فالاعلام، خلينا نرجع لموضوعنا، فالاعلام تمام كله بقى بالطريقه دي، الا يعني بعض البرامج وفيها بعض الضيوف مش كلها. يعني مثلا بتعرف تسمع كورة كويسة، في بعض الآراء بصراحة كويسة بتيجي على في برنامج إبراهيم فايق، ناس محترمة آرائها كويسة. تمام. يعني إيه منافس؟ مثلا يقول لك منافس، هو الزمالك أخد، هو بيراميدز أخد مكان الزمالك فعلا زي الأهلاوية ما بيقولوا؟ أنا كراجل أهلاوي أقول لك إن بيراميدز فريق منافس قوي، وخصوصا السنة دي بسكواد كويس وصارف، وعرف بيراميدز عرف كيف ياخد بطولات، ده طعم البطولات وعرف ياخدها إزاي. فبقى منافس للاهلي والزمالك زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ. يعني شوف التصريحات بقى العقلانيه الكويسه اللي فعلا صادقه، مش بيقولها كده وخلاص. ان بيراميدز موجود بينافس الاهلي والزمالك في مصر، بس لا غنى عن نادي الزمالك في المنافسه، ما اقدرش استبعده. ما اقدرش اقول خلاص هو الكره دلوقتي اهلي وبيراميدز، ما اقدرش. او لو انا كزمالك اقول بيراميدز والزمالك، ما اقدرش استبعد الاهلي، زي انا ما اقدرش استبعد نادي الزمالك من اي منافسه حتى لو هو اخر الجدول. لان الكره في مصر اهلي وزمالك. دخل معاهم بيراميدز، دخل معاهم بيراميدز، بقى يناوي شويه وياخد بطوله هنا ويكسب ماتش كده وبتاع، طبعا، وداخله بقوه التلاته. يعني مع الوقت ولو بيراميدز استمر بالشكل ده يفضل ينافس، ايه المشكله؟ لكن بيراميدز لا اخد مكان الزمالك ولا اخد مكان الاهلي، ولا حد ولا اي فريق هيقدر ياخد مكان الزمالك، ولا اي فريق هيقدر ياخد مكان الاهلي. فالموضوع ده مقفول وخلاص. وبالنسبه للناس اللي فاهمه مريحه دماغها وعارفه ان الكلام ده صح، لكن لا همشي انا بقى ورا ترند ولا هعمل اي حاجه. تعال الموضوع التاني، هو موضوع دونجا. او قبل ما ادخل على موضوع دونجا، كابتن احمد دودار امبارح طلع بيقول لك هو ليه الاهلي بيلعب سيراميكا وليه في كاس السوبر، وليه بيراميدز او الزمالك دايما يقابل بيراميدز نفس ما حصل النسخه اللي فاتت. هقول لك يا سيدي، يعني هي مش قرعه، هي بالمختصر كان السوبر المصري ده بيتلعب ازاي؟ بطل الدوري مع بطل الكاس بيخبطوا في بعض، تمام، ويطلع بطل السوبر. اتحاد الكرة عمل فكرة السوبر من 4 فرق عشان يدي مجال للمنافسة، الفرق جديدة تنافس بدل الأهلي والزمالك. المنافسة كانت محصورة ما بين الأهلي والزمالك، لكن لما يحط كمان فرقتين معاهم بيبقى 4 فرق. ممكن تلاقي بيراميدز أخد البطولة مرة، سيراميكا، تمام. فعمل 4 فرق. ال4 فرق دول بيتقابلوا إزاي؟ بطل الدوري، تمام، اللي هو النادي الأهلي، مع بطل كأس الرابطة اللي هي سيراميكا، اللي هي برضو كانت نفس المرة اللي فاتت. طيب بطل الكاس، بطل الكاس بيقابل حاجة اسمها محطوطة كده الكارت الذهبي. الكارت الذهبي ده ايه؟ الكارت الذهبي ده بيحدده الدولة المستضيفة للسوبر، اللي هي مين؟ الامارات. فبطل الكاس نادي الزمالك طبعا. طب الكارت الذهبي ده مين؟ حددته الامارات اللي هي الدولة المستضيفة ايا كانت، مش الامارات بس، اي بلد هتستضيف هي اللي هتحدد الكارت الذهبي، النادي اللي حاصل على الكارت الذهبي. طبعا الاماراتيين اختاروا نادي بيراميدز حتى عشان مالك نادي بيراميدز اماراتي. فبقت البطوله كده، لكن هي لا قرعه ولا جايه كده وخلاص اللي هو يخبط الزمالك في بيراميدز، ولا هي يعني مقصوده ولا اي حاجه خالص. الموضوع بسيط وسلس. موضوع دونجا، نيجي الموضوع دونجا ومشاركته، يعني لسه نازل من شويه
رسميا استبعاد دونجا من المشاركة مع نادي الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات. كلنا عارفين ان موضوع دونجا واللي حصل السنة اللي فاتت والقضية والكلام ده كله مش عايزين نتكلم فيه، وكل الناس كانت عارفة ساعتها ان استبعاد ان دونجا هينزل عليه عقوبات هو الكابتن عبد الواحد السيد، تمام، وكان معاهم مصطفى شلبي، ومش هيشاركوا. كلنا كنا عارفين. ما طلعتش حاجة رسمية، طلع في الاتحاد السابق ايهاب الكومي واتكلم وقال لا هي كذا، اللي هي حد قاصد انه كذا، ولا هي ملعوبة يعني، ولا هي مقصودة، تمام. اللي هو هم قاصدين، اصل ان في بعض صفحات الزمالك يقول لك الحمر استبعدوا مشاركة دونجا مع الزمالك. نادي الزمالك راح بعت اسماء الناس المشاركة وطلع السفر لدونجا وكل حاجة تمام، والأمور كانت تمام. بس طلعت من دلوقتي إن دونجا مش مشارك مع السوبر بالنسبة للعقوبات، لأن العقوبات السوبر اللي فات تنطبق على العقوبات برضو يعني تفضل مكملة للسوبر اللي بعد طالما العقوبات نزلت بكده. فبالتالي دونجا وبشكل رسمي عشان نقفل الموضوع ده مش مشارك مع الزمالك في كأس السوبر، في كأس بطولة السوبر اللي جاي في الإمارات. وخلصت، لا هي مقصودة ولا هو حد حاطط انه يستبعده، ولا هي مؤامرة، ولا هو اي حاجة من الكلام ده كله. ده قوانين ولوائح يا باشا، اقرا القانون واللوائح كويس واعرفها، تمام، بعد كده اتكلم. انا عارف ان في ناس هتقرا وعارفه القانون واللوائح بس برضه هيقول لك مؤامرة، الاهلي يحكم مش عارف ايه، اصل الاهلي يستبعد، اصل مفيش الكلام ده. خليك موزون وكلامك موزون وطبيعي، وخلي نيتك كويسة، تمام. نادي الزمالك نادي كبير، وكل المسؤولين في مصر عايزينه يفضل كبير ويفضل موجود، وعايزين يحافظوا عليه وعايزينه ينجح، لان ده حاجة كويسة لما يكون الاهلي والزمالك ناجحين وكويسين، تمام. ده حاجة كويسة للكرة المصرية والمنتخبات المصرية. عمر ما في مسؤول في البلد وفي وزارة الرياضة ماشي عايز النادي جماهيري، بالاخص جماهيري، وخصوصا نادي الزمالك والانديه الكبيره انها تنزل. دي مش في مصلحه الكره في مصر. فده طبيعي بتحصل، ممكن مجاملات كده هنا بتحصل للكل. ما تبقاش حقود كده قوي بقى، ما تبقاش حقود. في الاخر لو وصلت المرحله هنا للفيديو بالله عليك ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانك تدوس لايك وتدعمني. مع السلامه.